ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما نكونوا في خير يا رب. النهارده هنتكلم عن موضوع صعب شويه. هنتكلم عن الفقر والجوع. كتير من الناس بيواجهوا ظروف صعبه، بيحسوا ان الطريق مسدود وان المستقبل مظلم. بس الحقيقه لا، الظروف الصعبه دي مش نهايه حياتك، مش النهايه اللي هتحدد مين هتكون. القوه الحقيقيه موجوده جواك، والاصرار قادر يحول اي محنه لفرصه. الفقر والجوع مش بس نقص في المال او الطعام، الفقر الحقيقي هو استسلامنا لنفسنا، هو اعتقادنا ان احنا مش قادرين نعمل حاجة. لكن مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت البداية قاسية، كل خطوة صغيرة لقدام هتقربنا من النجاح. مهما شعرنا بالجوع او بالضغط، كل مرة بنحاول فيها، كل مرة بنرفع فيها راسنا، كل مرة بنكمل رغم التعب. ده كده احنا بنبني قوتنا الحقيقية. ولازم نفتكر ان الظروف مش دايما هتكون معانا، مفيش حد هيجي يساعدنا على طول. لكن عندنا حاجة واحدة بس، هو حاجة واحدة دايما، ارادتنا وعزيمتنا وقدرتنا، هما اللي بيحققوا النجاح. مش دايما عندنا كل حاجة، لكن احنا عندنا الرغبة والاصرار، ولازم نكمل. حتى لو البداية صعبة، كل تحدي هنواجهه، كل صعوبة هنعدي بيها، تثبت لنفسنا ان احنا اقوى من اي عقبة. ممكن نحس ان احنا مش لوحدنا، ممكن نحس ان العالم كله ضدنا، لكن الحقيقة لا، احنا مش لوحدنا. وكل انسان ناجح مر بنفس التحديات. السر ان هو ما استسلمش، استمر. كل مرة تقوم فيها بعد ما تقع، كل مرة تحاول بعد ما تفشل، كل مرة تغلب فيها نفسك، ده نجاح حقيقي. لو خطوتنا صغيرة، ولو كمان مش واضحة، الطريق كله هيتبني خطوة بخطوة، وكل خطوة بنحطها دلوقتي هتفرق معانا في المستقبل. عايزين نفتكر دايما ان الفقر والجوع مش دايما عن نقص المال او الطعام، هما اختبار للقوة، اختبار للعزيمة، اختبار لقدرتنا على الصمود. عايزين نبدأ دلوقتي، مهما كانت البداية بسيطة، حتى لو كانت خطوة واحدة هتكون بداية قصة نجاح. مهما كانت الحياة صعبة، ومهما كانت الأوقات مظلمة، احنا عندنا القدرة على التغيير. لازم هنقوم ونتحرك ونحاول وما نستسلمش، لأن اليوم اللي هننجح فيه هيجي حتى لو احنا مستمرين. القوة الحقيقية جوانا، لازم نستعملها وما نستسلمش لأي حاجة. لأن وفي أمثلة ياما أوي وسطينا كانت بدأت من الصفر ونجحت وعملوا. ليه؟ عشان كانوا واثقين من نفسهم، وكانوا حابين ان هم يكملوا رغم الضغوطات اللي حصلت. فاحنا عايزين كده نقوم ونشجع نفسنا ونحفز نفسنا، لان الدنيا بقت صعبة. يا رب يكون الموضوع عجبكم، ولو حابين ان نتكلم في اي حاجة بيكتبوا لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله هرد عليكم.